اكتر حاجه ممكن تخلي شكلك مش راجل انك تضيع مستقبلك عشان لحظه غضب، لحظه تستوستيرون ملهاش لازمه. الموضوع مش مستاهل. تدريب الدفاع عن النفس بيخلي صحتك حلوه، بيعلي الكارديو وبيخليك جاهز لحظه الازمات وهادي، عارف تتعامل مع الادرينالين الزياده وتاخد قرار صح. مهاره الدفاع عن النفس مش عشان تروح تضرب الناس وتبقى بلطجي، لا، عشان تعرف تتعامل صح وما تحتاجش تضرب حد من اساسه. اللي واثق من نفسه فعلا وواثق من ادائه ما بيدورش على معارك ياخدها ولا خناقات يتخانقها. اكتر حاجه ممكن تخلي شكلك مش راجل انك تضيع مستقبلك عشان لحظه غضب، لحظه تستوستيرون ملهاش لازمه، بالذات مع شويه شوارعجيه في الشارع. الرجوله انك تحط حدود، تبقى حازم، ما تهزرش في الحدود دي، واوعى تضحك على حد بيهينك، وفي نفس الوقت ما تتحولش الحيوان، ما تروحش الناحيه التانيه. مش اي حد يقول لك اي كلمه يستفزك تتخانق تتجنن وتروح تضربه او تتضرب. لو الكلام بتاع الناس بيضايقك كده، المشكله عندك مش عندهم. الاسد ما بينزلش يتخانق مع الخنازير في الطين، الاسد مش هيستفيد حاجه، هيطين نفسه بس والخنازير هتبقى مبسوطه. في فرق دايما بين ما تسيبهاش تعدي وانك تدخل حرب ملهاش معنى. ما تخافش من الواجهه، واجه، ما تهزرش في الحدود بتاعتك، بس لما تيجي لحظه التركيشن وضرب، شوف حساباتك ايه وشوف هتستفيد ايه لو كسبت. لو مفيش اي استفاده، انسحب.